السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهاردة هفرز معاكم ان شاء الله الخضرة المشكلة، وازاي ان انت تحتفظي بيها لغاية 6 شهور في الفريزر ما يحصلهاش اي حاجة. معايا هنا خضرة مشكلة، شبت وبقدونس وكزبرة. معايا هنا حوالي 12 ربطة، 4 من كل حاجة. طبعا عارفين ان الخضرة في الصيف ما بتبقاش حلوة، وبتبقى الربطة صغيرة جدا وغالية. بتبقى الربطة ما فيهاش، يعني عبارة عن عودين او 3. انما الخضرة في الشتاء بتبقى جميلة والربطة حلوة كبيرة ومليانة. فنستغل بقى ان الخضرة حلوة ونشيل كده شوية ينفعونا بقى في الايه، في الصيف لما الخضرة بتكون مش حلوة. هبتدي بقى ان انا انضف الخضرة كده كويس جدا من اي حاجة. بمسكها كده عود عود، وابتدي ان انا انضفها واشيل اي حاجة مش كويسة، اي حاجة لونها مثلا مصفر مش حلوة. بتخلص من اي حاجة كده مش كويسة اهو، وانفضها كده عشان اي حاجة تقع. وبقص بقى كده العيدان بالمقص، العيدان اللي تحت دي اللي بتبقى ناشفة بقصها كده بالمقص اهو. طبعا الخضرة دي اللي انا بشيلها دي عشان تنفعنا في الصيف. انما طول ما الخضرة موجودة يعني احنا دلوقتي الخضرة لسه موجودة ونستخدمها عادي فريش، يعني احتاجنا نستخدمها فريش. انما الجزء اللي احنا بنشيله ده عشان ايه؟ بعدين يعني، عشان ينفعنا في الصيف وكده. تقعد معاكي لغاية 6 شهور ما يحصلهاش اي حاجة. اهم حاجة بس ان احنا ايه، ان ننضفها كويس، نشيل منها اي حاجة مش كويسة ونغسلها كويس. بتقعد ما بيحصلهاش اي حاجة. بتنفع بقى في خلطة محشي، طبق سلطة مثلا، اي حاجة داخل فيها مثلا، اي وصفة تحطي فيها خضرة تنفعك تبقى موجودة. هنا هو ده الشبت. بنضف كده كويس اهو. بنفضها كده عشان اي حاجة مش كويسة ايه، اشيلها. وابتدي اقص كده برضو العيدان اهي. بشيل جزء منها يعني عشان تبقى ناشفة كده متبقاش حلوة بصراحة اهي. هنا خلاص بقى كنت نضفت كده كل الكمية. ابتدي بقى ان انا اشيل كده كل الحاجات اللي طلعت مش كويسة. هبتدي بقى ان انا ايه، اغطيها كده بالمية، اغطي الخضرة دي كلها بالمية كويس جدا اهو. واهم حاجة طبعا ايه، الخل. طالما بغسل اي خضار لازم ان انا ايه، احط خل. طبعا الخل بيعقم يعني بيعقم الحاجة من اي حاجة مش كويسة. لازم اي خضار بنغسله نحط حوالي ربع كوباية خل كده او نص كوباية خل. هسيبها كده منقوعة في المية بالخل دي حوالي ربع ساعة كده. بعد كده بقى اخدها تحت الحوض واغسلها كويس جدا تحت المية كده الجارية، مرة واتنين وتلاتة، يعني حوالي 4 5 مرات، لغاية ما احس كده ان المية خلاص بقت صافية وما بقتش فيها اي طينة ولا اي تراب ولا اي حاجة. طبعا الخضرة بتنزل طينة كتير جدا اهي. اقعد اغسل فيها بقى كده كويس جدا تحت المية لغاية ما الاقي ان المية خلاص نطفت ومبقاش فيها اي حاجة. هنا خلاص كنت غسلتها كذا مرة. طبعا انا مسرعة الفيديو بس انا غسلتها كتير كذا مرة، حوالي 4 5 مرات. هجيب بقى فوطة كده نضيفة، وابتدي بقى ان انا ايه، افرد كل الخضرة اللي عندي عليها عشان تنشف كويس يعني. انا لو سبتها في المصفى كده مش هتنشف برضو 100%، يعني هتلاقيها من تحت برضو لسه فيها مية كده. انما تفرديها كده على فوطة عشان تنشف كويس جدا. اهم حاجة ميبقاش فيها نقطة مية عشان تبقى كويسة وما تسودش ولا، وتفضل خضرة وحلوة. بسيبها كده بقى على الفوطة لغاية ما احس ان هي خلاص يعني ما فيهاش ولا نقطة مية. هبتدي بقى ان انا ايه، اقطعها كده. هنا انا كنت سبتها شوية بتاع نص ساعة لغاية ما نشفت او ساعة. هبتدي بقى ان انا اقطعها كده قطع صغيرة اهي. هي اهم حاجة في الخضرة ان هي تتغسل كويس وتتنشف كويس جدا، بس ما بحطش عليها اي حاجة اهو. هقطع كده كل الكمية اللي عندي اهو. بس كده. هنا كنت خلاص قطعت كل كمية الخضرة اللي عندي. هبتدي بقى ان انا اكيسها كده
على حسب بقى الاستخدام بقى. معلقتين 3 كده في كل كيس. واهم حاجة ان انا اخرج كده الهواء من الكياس، يعني اعبيها واخرج الهواء كويس جدا. اهو. طبعا الكمية بقى اللي بتحطيها في كل كيس دي على حسب استخدامك بقى. ممكن لو احتاجتي كتير هتطلعي كيسين مثلا، فعادي يعني. اهي بخرج الهواء من الكيس كويس جدا، وكمان عشان ما ياخدش معايا مكان في الفريزر، هي مش هتاخد مكان ولا حاجة يعني. اهو هعبي كده كل الكمية اللي عندي. اهو انا عملت حوالي 9 اكياس او 10 اكياس من 12 ربطة. اهو نطلع الهواء كده كويس. ده كان اخر كيس اهو. بس كده، واشيلها في الفريزر وتقعد لغاية 6 شهور ما يحصلهاش اي حاجة. ما تنسوش بقى اللايك. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.